طفل استشهد يرضى شوف بالربيع معنا قد عسكر الظالم للضيع حرية نحن بدنا حرية غصب عنك يا بشار رح نحصل على الحرية اعزاز الامارات اللي تحسن بالهدية الشعب السوري عم يدنا شوية حرية يلا ما نرجع الا لله يلا ما نرجع الا لله يلا ما نرجع الا لله كلب الأمة العربية حافظ أسد كلب الأمة العربية حافظ أسد كلب الأمة العربية حافظ أسد في عندكم بركان جوا. الله أكبر البركان رح ينفجر من الريف الشمالي لعدلب لحلب لنبل لترفعت لمنك الله أكبر لقصر إن شاء الله. تكبير يا شباب وفقونا صف يا شباب. الانتصار تكبير اليوم الثاني على التوالي نخرج في مدينة أعزاز ثوار سوريا الآن مجتمعين للمطالبة بإنهاء هذا الاتفاق الخبيث، اتفاق أستانا الذي لا يحترم الدم السوري، لا يحترم المناطق المحررة. المناطق المحررة في إدلب وريف حلب تتعرض لقصف يومي عنيف من قبل الطيران الروسي وراجمات الصواريخ. هذه المهزلة لا يمكن أن تستمر. على الأتراك تحمل مسؤولياتهم الإنسانية القانونية، تحمل واجباتهم التي وضمانهم الذي ضمنوه في أستانا بإلجام الكلب الروسي الذي يقصف المناطق المحررة. على الفصائل التحرك، إيقاف هذا التخاذل، تحريك السلاح باتجاه الجبهات. كلنا مع إدلب بإذن الله سننتفض، ولو كان هذه الانتفاضة كانت آخر انتفاضة لنا في سوريا، إما أن ننتهي أو إما أن نحفظ دماء إخواننا. يا الله عجل نصرك يا الله ويلا وما نرجع